ناصر قديش من ملعب اليوم تحصل على ترخيص في المغرب؟ عطين شيفر. على الأقل حاجة 10 ملاعب. 10 ملاعب. نعيمة قديش الملعب؟ 12 ظهر لي. 12. دكتور قديش الملعب؟ جيماجين انديزين 10. 12 ملعب. الدار البيضاء، رباط، مراكش، فاس، بركان، أكادير، الحسيمة، جديدة، وجدة. تطور البنية التحتية الرياضية في المملكة خلال السنوات. وأقولوا غاد تبارك الله صاحبي. كاين اللي كيشوف شي حاجة زوينة وكتشدو الغبطة وهي غيرة محمودة، وكاين اللي كيشدو الحسد وهي غيرة بطبيعة الحال خبيثة. شنو بان لكم في الإعلام التونسي؟ واش الغيرة ديالو خبيثة أم محمودة؟ بعد ما تشوفوا الفيديو اعطيونا الرأي ديالكم في التعليقات. اليوم استبعد الكاف الملاعب سي ناصر 13 دولة إفريقية. شوف احنا وين؟ السودان، غينيا كوناكري، افريقيا الوسطى، سيراليون، زيمبابوي، بسبب عدم استجابتها المعايير الدوليه. وحدد كاف مواعيد من بعد ذي مواعيد تاع الشامبيونز ليج ولا الكاف. دونك غينيا كوناكري، السودان، افريقيا الوسطى، سيراليون والزيمبابوي وتونس. هذا اليوم شنو الاتحاد الافريقي الكاف شنو قرر؟ ميزاجور جديده لقائمه الملاعب المعتمده لاستضافه الشامبيونز ليج والكاف. وفما كرة شروط راهو هي تو المعايير نحكيو عليها فيها كرة شروط معناتها واضحه معروفه، فيها دي نورم واضحين. احنا تعرف يا حاتم اسمك تو الكرة تطورت والدنيا تطورت والعالم تطور، لكن احنا برشا ملاعب متاعنا باستثناء ملعب رادس اللي هو تبناه حديثا، الملاعب الكل الاخرى قديمه معناتها ما فماش ملاعب جديده حديثا. راهو 24 سنه بس. اي حديث انت تسمى 24 استاد اخر تبناه انت بعد سايب في ال 24 سنه. ما عندنا حتى استاد 24 سنه. ما عندنا حتى استاد ما عندنا استاد بعد ال 24 سنه. حتى ملعب اولمبي بسوسه ما تم ترميم، وشفت المشاكل اللي صارت، ولا السوبورتير ما نجموش يتفرجوا، ولا الخوضه اللي صارت، وتوا وين خلطوا هكا الكراسي توا لا صاروا معناتها. وزاد فما مشكله اخر، حتى كي تعمل الملعب اولمبي بسوسه كان فيه اشكال معناتها مش مطابق بارابور لكراس الشروط نتاع الكاف والفيفا. على خاطر يقول لك في الدون لي نورم معناتها في الكراس الشروط هذه مثلا نقول لك انا منصه صحفيين لابد تكون لاكسيم تاعها ديريكت حجرات الملابس. ملعب اولمبي سوسه مش موجوده، هذا مش موجوده، وذاك علاش من الحاجات اللي تنجم معناتها الكراس الشروط ما تخليش تعدى الكراسي. برشا حاجات معناتها مطالبه. مالوريزمون هذاك وقعنا احنا، لو مالوريزمون قعدنا نعيشوا بالاطلال احنا هذا سامحني. بالنسبه لي انا هذا الواقع نتاعنا اليوم. تشوف انت 24 سنه عندنا من بين استاد، حتى استادات اللي عندنا مهترئه، مشاكل كبيره، انفراستراكتور مشاكل كبيره. اليوم شوف انت الاولمبي البيجي قاعد عامين يلعب خارج الميدان، وشوف كل العام زاد متلوي كيف كيف تو صفاقس مدينه الرياضيه انا نذكرها عندها 35 سنه. المشروع صار على 10 مرات. شفنا كان المشاريع متاع الانجازات الرياضيه اللي شفناها معناتها كل مرة يجيوا يصوروها لنا ويحطوها ويقولوا شفنا كانت التصاميم اللي شفناها معناتها يقول كل مرة يقولوا هاي حاجة خير من أختها، ومرة يقولوا فما إمكانيات مادية تحطت باش معناتها بداية المشروع وبعد ما تعرفش وين تمشي. هذا واقعنا. هذا واللي موجود. نعيمة بنسألك سؤال، قديش النسبة المئوية إنه غياب الملاعب في تونس تسببت نقولوا في خروج الأندية التونسية مسابقات الإفريقية؟ نحب بورسنتاج. بالنسبة لي أنا بالنسبة 90%. 90. أي برشا 90. شوف قديش عندك 24 سنة هكا ولا لا؟ معناها جيل هكا ولا لا؟ جيل بتاع كرة قدم. جيل بتاع كرة قدم اللي تقريبا قاعد يلعب في ملاعب مهترئة. هذا نحكيو على الملاعب، فما بالك في التيرانات اللي يترينوا فيهم. فما ناس ما عنديش بلايص وين تترينا. إذا كان أنت باش تخرج للمستقبل جيل متاع كرة قدم، يا إما تحضر له الأرضية اللازمة اللي بعد السنوات باش تلقاها موجود. هك تشوف أنت في الكاليتي اللي قاعدين نخرجوا فيها في الملاعبية. علاش إذا كان أنت التدهور البنية التحتية اوتوماتيكمون باش يؤدي لتدهور الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي باش تخرجهم، سواء من ناحيه التكوين او من ناحيه البنيه التحتيه. اي انا بالنسبه لي 90% و10% تكوين. دكتور حكينا على خروجنا المسابقات الافريقيه، احنا كل عام قاعدين نخرج 50 با بلوس 50 الاخرى. خاطر شو البارح دكتور كي حكينا احنا انا نحب ناخذ الموضوع من الانفراستراكتور، هات نحلوا الواقع. انفراستراكتور مشاكلنا الانفراستراكتور باهي تخليك تترينا بالكدا، الانفراستراكتور باهي تخليك تعمل كنترول باس بالكدا، الانفراستراكتور باهي تخليك تخدم بالكدا، تحضر بالكدا. مي هذايا الكل ممتاز وهام وتريز امبرسيونون دان بوين دو فيو ريزولتا من بعد كان تمشي الامور دون لي ريغل دو لار. لكن فما لو فولي تسيير، فما لو فولي ادمينستراتيف، فما لو فولي سويردي مالدي. مالا
نقول لك حتى 40%. نقولوا 40-50%. كي انت توا عندك ملاعب باهيه وما عندكش الكاليتي تاع اللاعبين ولا المدربين ولا المسيرين. مسيرين ترياد المسيرين لا هي ينترياد هي فما المسير اللي يجيب المدرب والمدير الرياضي واللي يجيب الجوار. كي 3-4 هذوما اللي معناها لي زيليمون هذوما يكونوا على قدهم يبداو فيهم خلالات كي تهزهم الاستاد البرنابيو بالسقف المسكر فهمت. وكي يبدا عندهم فهمتني ممهدات النجاح ينجموا يعطيوك كرة ما هذا زاد يؤدي الى هذا راه لا عادتي من الاول ما عندكش سوارد اصلا. انت ما عندكش جمله معناها كان ما عندكش سوارد كان ما عندكش سوارد راه ما عندكش استادات زاد راه ما عندكش ارضيه زاد. اما كنت تنجم باستادات اللي عندك تبعني بالكدا كنت تنجم باستادات اللي عندك بمستير بصفاقس بنزرت كي كان معشب بسوسه برادس بزويتن كنت تنجم الاخره بشويه اصلاح وشويه مانتونانس وبرشا لهوه وبرشا كبس ما توصلش الحاله اللي انت فيها. ما حتشكش برشا فلوس. كان جيت تعمل في الانتروتيان في وقته كان جاو لي جون قلبهم يحرق كان جيت العباد فهمتني ولا معناها تخدم في خدمتها. كي تعرف اللي كونوا توا العباد اللي بالغازون يشريوا فيهم بالفلوس في الاوروب. انت باريس شريت اقوى واحد في العالم تاع تشيلسي اقوى واحد في العالم شريته بالفلوس من عند تشيلسي كسرت له كونتراتو تخش عليه تشري في جوار معناها مش فاتليه. يا اخي احنا 5 سنين التالي ما جاناش فهمتي ريسبونسابل فيدراسيون فرانسيز فهمني وحضر معايا وقتها جو مورابيل تري في الحد الرياضي الاسمر هذاك وعمل دوره في استادات الكل قال راهو لازمكم فهمتني معناها صحيح لازمكم تعاودوا لي بلوز. وتحيه مشاهدينا الافاضل في هذه الحلقه بعنوان ملاعب الكان تثير غيرة الجيران، هل هي غيرة محموده ام خبيثه؟ هذا السؤال اللي بدينا به الحلقه كل واحد يغني عليه ليله. كل واحد من الجيران اللي حدانا اللي مشاركين معنا التراب واللغه والدين كل واحد يمكن يحس بغيره يعني خبيثه او غير محموده. احنا ما كندخلوش في النوايا ولكن اللي كيحس بغيره محموده فبطبيعه الحال كينوض وكيخدم وكيحاول انه يدير بحال كما دار المغرب من ناحيه البنيه التحتيه من ناحيه الاهتمام بالتكوين من ناحيه العمل بشكل جذري تغيير بشكل جذري على قاطره كره القدم او الرياضه بشكل عام. المغرب يسير في خطى ثابته نحو التطور في جميع المجالات خاصه على المستوى الرياضي. شفنا الفوز ديالو ليس عبثا انه يفوز بكاس العالم للشباب ويفوز بالكاس افريقيا المحليين وكذلك الحصول على التواجد في النهائي في الاولمبياد والحصول على البرونزيه بقياده طارق السكيتي والعديد من الانجازات. وكذلك سبقه انجاز وليد الركراك وصل نصف النهائي كاول مدرب واول منتخب يفعل ذلك. هذه الإنجازات لم تكن عبثا بل جاءت نتيجة تطور ملحوظ في كرة القدم الوطنية منذ سنة 2008 والمغرب يعمل على هذه الإصلاحات والإنجازات خاصة أننا كنا نعيش في معيشة ضنك في كرة القدم. عشنا الخيبات والويلات ولكن بسبب السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس الذي دعم تطور الرياضة ووضع كل شخص في منصبه الخاص. فوزي القجع عمل كبير للرجل سنثني عليه وسنثني عليه أكثر وأكثر عند الفوز بكأس إفريقيا للمنتخبات بقيادة وليد الركراكي. هذه كأس إفريقيا المقبلة نتمنى أن تكون نهاية السنة بتتويج تاريخي للمغرب بكأس إفريقيا خاصة وأنه لديه كأس إفريقيا وحيدة بقيادة المرحوم أحمد فراس طيب الذكر رحمة الله عليه في هذا اليوم. طبيعة الحال كلنا ننتظر ماذا سيفعل المنتخب المغربي في كأس إفريقيا للأمم. نحن كذلك أنتم كذلك تنتظرون دائما الإعجاب والاشتراك لأن غادي نغطيو هذه الكأس إفريقيا بكل كبيرة وصغيرة وكذلك كأس العرب وكل يعني المنافسات المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم في هذه القناة المتواضعة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.